مسا يا حلوين، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك للفيديو واشتركي معانا في القناه لو انت مش مشترك. هنعمل مع بعض النهارده اسهل وصفه مكرونه عرفتها البشريه. اسرع من كده مش هتلاقي، انت عارفين يعني انا بحب الحاجات السريعه. اسرع من كده واسهل من كده مش هتلاقي اي حد يعرف يعملها ان شاء الله باذن الله. حطيت حلة على النار، حط فيها حبة زيت، ما تحطيش زبدة ولا سمنة للمكرونة عشان لما ايه تهدى شوية كده بتلاقيها جلدت منك. فحطيت حبة زيت حلوين محترمين كده، حبة زيت زيتون في الحلة. عايزة تعملها ببصل اعمليها، انا بعملها بتوم، كل واحد وراحته. انا بحب طعم التوم في المكرونة فهنعملها بتوم، انت عايزة تعمليها ببصل اعمليها ببصل. حطيت معلقة توم على النار وابدأ بقى اشوح فيها تاخد لون خفيف كده معايا. المكرونة دي سهلة جدا وطعمها تحفة 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 فوق ما تخيلي، ومبتاخدش وقت خالص، 10 دقايق بالظبط تحسبيهم بالورقة والقلم مش هتلاقيها خدتهم. بس التوم بتاعي اخد لون اهوت، هنزل عليه بصلصة. هتكوني ضاربة طماطمتين محترمين كده في الخلاط. عايزة تحطي صلصة وبتحبي طعم الصلصة اللي هي الجاهزة دي في المكرونة، ضيفي معلقتين صلصة وخلص الموضوع. انا ما بحبش طعمها فهضفت كيس صلصة. انا اصلا مصلصاها يعني طماطم ضربها في الخلاط ومفرزاها يعني تمام. فضفت كيس صلصة اهوت وهسيبها لما تفك بقى. اهو فكت كده معايا، هبدأ اساعدها يعني مش كلها فكت، فهبدأ اساعدها كده ايه انها تفك. زي ما قلت لك لو عايزة تستبدلي الصلصة المضروبة دي في خلاط دي بمعلقتين صلصة من اللي هي الجاهزة استبدلي، هتعمل نفس الخطوات بس بصلصة جاهزة. اه هنا الصلصة بتاعتي كانت فكت، حطيت بقى البهارات بتاعتي ملح وفلفل وكمون وحبة سكر عشان تعدل الحموضة بتاعة الطماطم. اهو اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعة، كل اللي يشوف اللي يسمعني صلى على النبي في الكومنتات. بس بعد ما مش ضروري تستني، لو يا دوب الصلصة بتاعتك تغلي غلوتين مش تسبك، تغلي غلوتين هتنزلي فوقها بالمكرونة اللي عندك. ماشي اي كان نوع المكرونة اللي هتعمليها، بس الاسباجيتي لأ، والقلم تقليل المية تمام. كتري في المكرونة الزيت عشان تبقى تلمع كده وما تلزقش في بعضها. بعد ما قلبت الطماطم المكرونة مع الصلصة نزلت عليها بالمية. المية المعيار قد ايه؟ يدوبك بغطي المكرونة، يدوب بس بغطي المكرونة. انا دقتها هنا لقيتها ناقصة ملح فزودتها ملح، وهغطي بقى عليها واول ما تغلي اهدي النار على زي الرز بالظبط. 10 دقايق ما بتكملش في الوقت ده اهو. هدي بقى النار واسيبها لحد ما تستوي. خطيرة خطيرة خطيرة، جربيها هتعجبك جدا وما عادش هتعملي خلاص المكرونة غير بالطريقة دي. المية قد ايه؟ يا دوب بتغطي المكرونة تمام. بصوا هنا بعد ما كانت هديت النار بقى وبصوا استوت، يا خرابي عليه، مفيش ولا واحدة لازقة في التانية وجميلة جدا بجد. جربيها هتعجبك قوي، شكلها مفلفل جدا ولونها تحفة ومش لازقة ببعضها، بتطلع مش معجنة، بس انت المية يا دوب تغطي بيها المكرونة عشان ما تعجنش منها. رهيبة بجد يا جماعة، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وبألف هنا اعملي لايك للفيديو وباي باي.